عن خيبة محمود درويش عندما قال: دعنا نتبادل الأدوار، أنت تنتظر وأنا لا أعود. لا تستحقين قصيدة ولو كانت مسروقة. بصعوبة يعني بهالسهولة يرجع عفوا. ما في انه يرجع المكان اللي قبل هو كان فيه. بالضبط، ما في انه يرجع القلب اللي كان هو مكان فيه yani. Tamamen. İki dönüp özür dilese. Yaptığı büyük bir şey değilse eğer seviyorsam affederim ama sevmiyorsam affetmem. Bir de yaptığı şey büyükse asla. Asla. Siz? Gururum ondan önemli. Gururun önden önemli. Evet. يا هلا والسلام عليكم حبايبي القلب، كيفكم؟ شو اخباركم؟ بتمنى تكونوا بألف خير يا رب. ورجعنا لكم فيديو جديد، سؤال جديد. هالمرة راح نسأل الناس إذا انخنتوا هل من الممكن تسامحوا؟ وكمان إذا في بالكم أي سؤال اكتبوا لنا إياه بالتعليقات مشان نشاركه معكم ومع الناس. بحبكم كثير، بتمنى تستمتعوا بالفيديو. Let's go. مرحبا. أهلا وسهلا. شو الاسم؟ محمد. محمد. من وين؟ من مصر. من مصر. والنعم والله. عم صور على اليوتيوب. شكرا. عم صور على اليوتيوب. سؤالي بيقول: إذا انخنت لا سمح الله هل يا ترى من الممكن تسامح؟ والله مش عارف. موقف عن إجابة صعبة يعني. أنا عمري ما انخنت قبل كده، بس لا أدري الصراحة. يعني موقف صعب على حسب كل إنسان بقى. ممكن السبب إن الإنسان يكون عنده استعداد بيحبها أو كده، سواء راجل، لو كان راجل أو ست هي بتحبه فممكن يسامح. لكن أنا شخصيتي في العموم تميل إن أنا هتفارق يعني. ما حتسامح؟ يعني على الأغلب لا. لو عاد معتذرا؟ يعني لا. لسه سؤال أصعب من سؤال. لو عاد معتذرا شو راح تكون ردة فعلك؟ والله يعني مش عارف، عايز اتكلم بالمصري يعني اللي هو طب ما كان من الاول يعني، ما كانش لازم تعمل الفعل السيء ده من الاول بس وخلاص يعني. المهم وصلت الفكرة والله. شكرا. يعطيك العافية. Katılmak ister misin abi? Ne? Sorum der ki aldatmak affedebilecek bir durum mu? Hani bence affedilecek bir durum değil. Değil mi? Değil. Eyvallah, çok sağ ol. Kendisi de öyle söyledi. Merhabalar. Merhaba. İsim neydi? Kuday. Kuday. Siz? Hasan. Hasan. Sorumuz var. Sorumuz der ki aldatılmak affedebilecek bir durum mu? Değil. Değil. Evet değil. Siz? Değil aynı şekilde. Niye peki? Bir şans vermez misiniz? Vermem asla. İhanetin affı olmaz. Olmaz. Hani bir söz vardır ya, ihanetin nedeni kahveliğin affı olmaz diye. Aynı o tarz bir söz işte. Aynı o tarz bir durum hemen hemen. Sen abi? Arkadaşıma katılıyorum. İhanetin affı olmaz. Aldatanlar da öbür dünyada hesabını verecek inşallah. İnşallah. Ne diyeyim? Efendim? Senden başkası varsa senden sonrası olmamalı. Aynen. Olmamalı. Çok sağ olun. Teşekkürler. Merhabalar. Merhaba. Sorumuz var. Sorumuz der ki aldatılmak affedebilecek bir durum mu? Evet. 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 Bir kişi aldatıyorsa, hatta örnek ben aldatıyorlarsa hata bendedir. Ona göre affedilebilir. Onu tam olarak, net olarak anlatabilir misiniz hani? İhanet olarak demediniz mi? Aynen, tam olarak öyle. Tam olarak öyle. Demek ki ben bir hata yapmışım ki o bana inat gitmiş, ihanet etmiş. Bana göre evet aldatabilir. Af da edebilirim. Affedebilirsiniz. Evet. Çok sağ olun. Teşekkürler. سؤالي بيقول: يوم من الأيام لا سمح الله إذا انخنت هل من الممكن تسامح؟ أو يمكن خانوك، هل من الممكن تسامح انخنت؟ اكيد لا. ما بتسامح؟ اكيد لا. ليش يا ترى؟ كنت ما بسامح، مستحيل اسامح شخص خانني، انا مستحيل اسامحه. يا ترى حتى إنه ما بتعطيه فرصة واحدة؟ طبعا لا. طب ماذا لو عاد معتذرا؟ معه فلوس؟ فلوس؟ اسأله. اذا ما معه طبعا لا ما بسامحه، اذا معه اهلا وسهلا. فلوس؟ اكيد. شكرا، يعطيك العافية. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا. شو الاسم؟ محمود. محمود، لو انخنت هل من الممكن تسامح؟ ممكن سامح. ممكن ممكن تعطي فرصة ثانية. نعطي فرصة. ليش يا ترى؟ حسب الشخص طبعا، اذا كان هو من زمان منيح معي فممكن نسامحه. ممكن. طب ماذا لو عاد معتذرا؟ راجع لك ومعتذر لك. هلا حسب الشيء عامله هو، لكن انت اجمالا مسامح. هلا صعب شوي اني صح تماما. لكن
راحت نعمة عليه، فما فينا يرجع على النعمة اللي كان فيها هو. تمام، فهمت عليك، وصلت. هيك يعني ما فينا بصعوبة يعني بهالسهولة يرجع. عفوا ما فينه يرجع المكان اللي قبل هو كان فيه. بالضبط، ما فينا يرجع القلب اللي كان هو مكان فيه يعني. تماما. في دخل غيره. شكرا، يعطيك العافيه. السلام عليكم. وعليكم السلام. شو الاسم؟ تميم. تميم. من وين انت؟ من أدلب. من ادلب، وانا من الشام. انا محمد. أنا تميم. وانا كمان، شكرا. سؤالي بيقول لو انخنت هل من الممكن تسامح؟ مستحيل سامع. مستحيل. مستحيل. ولا حتى انه تعطيه فرصة ثانية؟ لا مستحيل. طب ماذا لو عاد معتذرا؟ سأشبعه تجاهلا. ستشبهه تجاهل. راح أعطيك المعطينا. تفضل. يقول ما كنت أظن الحب تمثيل وأفلام، ولا كنت أظن بيوم عني تصدين. أصبح مقامك أنت والكرامة جزمة تحت الإنعال، كل ما علي بيكي غصب مني تطيحين. عيشي على حب المزلة والأوهام، وابقي على هذا الحال حين ما تموتين. هذا خليفة مو معناه. يعني محمود درويش خلينا نقول. يعني بحبه لمحمود درويش. تماماً. كمان في وحدة لمحمود درويش. اعطينا كمان واحدة. عن خيبة محمود درويش عندما قال دعنا نتبادل الأدوار، أنت تنتظر وأنا لا أعود. لا تستحقين قصيدة ولو كانت مسروقة، لا أستطيع أن أفارقه ولا أستطيع الرجوع إليه، تمرد قلبي عليه. شكرا، يعطيك العافية. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف اخي؟ وعليكم السلام. شو الاسامي؟ تمام الحمد لله. ياسين. ياسين. رمزي. رمزي، من وين حضرتكم؟ الجزائر. والنعم والله، وانا من سوريا، تشرفت بمعرفتكم. سؤالي بيقول اذا انخنتوا شو راح تكون ردة فعلكم اذا انخنتوا؟ هل من الممكن تسامحوا؟ الخيانة أنا ما بسامح. حتى انه ما بتعطيه فرصه؟ لا كان حتى فرصة. انا بعطيه فرصه وسامح، كما يقول بالدين انه اعطي لصديقك 70 عذر، فهمت علي؟ اعطي له 70 عذر. لو خانك خيانه، ما انواع خيانات، فهمت علي؟ احنا اخذنا في بلدنا، اخذنا هون، ولكن سامح، ربي مسامح كريم كما. تماما. إيه. طب ماذا لو عاد معتذرا؟ أنا خيانة والله ما بسامح. انت انا لو عاد معتذر بدي احبه اكثر، لانه خانني وجا اعتذر مني، عرف غلطه عارف غلطه واعتذر. لكن اللي ما يعتذر ويزيد على الغلط هو الذي يخسرك. فهمت علي؟ حيخسرك. ايه ان شاء الله. شكرا. السلام عليكم، مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله. شو الاسم؟ رضا. رضا، من وين حضرتك؟ الجزائر. من نعم والله. سؤالي بيقول لو انخنت هل من الممكن تسامح؟ مستحيل. هي شوف عامة على حسب الشخص هاي الأمور، بس أنا مستحيل. أنا لو تسألني بصفة شخصية مستحيل أسامح. ما بتسامح؟ أكيد. ولا حتى انه تعطيه فرصة؟ على حسب الخيانة، بس أتوقع مستحيل. طب ماذا لو عاد معتذرا؟ ما ياخذ اعتذاره ويروح يا أخي. حلوة، ياخذ اعتذاره ويروح على السينما. أكيد يا رجل، ما هي راح يعتذر مرة ومرتين وعشرة وخلاص. هي شوف صراحة تفرق على حسب الشخص، بس اللي خانك مرة يخونك اثنين وثلاثة صراحة. أكيد. هي. في شيء ثاني بدك تحكيه؟ لا حبيبي، يعطيك العافية، وسلامنا لأهل الجزائر ومن سوريا صح؟ تماما. سوريا يا إخواننا وأهل فلسطين. آمين. شكرا، يعطيك الله العافية. يعطيك العافية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شو الاسم؟ معاذ. من وين حضرتك؟ أنا من مصر، مصري. مصر، والنعم والله، مصر أم الدنيا. محسوبك من الشام. يا مسهلا. محمد. يا هلا. سؤالي بيقول لو انخنت هل من الممكن تسامح؟ على حسب الخيانة من مين تفرق. إجمالا الخيانة خلينا نقول شوف إجمالا هل قبل هالمرة انخنت؟ صراحة لا ما جربتش، بس حد كان بيحاول وأنا قبل ما يحصل الموضوع خلعت يعني. كفى عليك. طب ماذا لو عاد معتذرا؟ اللي خان مرة يخون تانية، بس على حسب الخيانة في إيه. ممكن تكون خيانة في شغل، خيانة في دراسة، خيانة من الأهل، خيانة من زوجة، خيانة من صاحب، خيانة من صاحبة. صح. على حسب الخيانة ونوعها، فأنت ما تقيسش كل خيانة على خيانة أخرى.
يعني مثلا ممكن صاحبك يخونك بكلمه، انت اتكلمت معاه مثلا وقعد مع حد طرف ثاني وخانوا المجلس وقال طلع سر مثلا عنك. هنا ممكن لو عبد معتذر اسامحه عادي، هي تعتبر خيانه بس فيها سماح صح. وفيها احترس بعد كده مثلا، فاهمني؟ يعني هو خاني بس ديت فيها سماح. ممكن واحد مثلا يخونني في شغل في عمل، ديت خيانه ما تنغفرش لانه كانت قائمه يعني مثلا على حاجه معينه، خانك مثلا طلع يعني اقول لك ازاي، خد راحتك. طلع مثلا سر عنك برا، او خانك مثلا انه كذب عليك، او يعني في خيانه في النص. طبعا الفكره اللي بدك توصلها موقف عن موقف تختلف. يعني لو انت هتخون حد هو هيكون يا خيانه من صاحب يا خيانه من حبيب او حبيبه، يعني بس بتفرق كده. طبعا يعني خيانه بتضل. اما خيانه في العمل صراحه اللي قلته من شويه يعني فكرت فيها شويه مستحيل، لانه هو هيخونك يبقى هو هيطلع حاجه عنك غلط انت عملتها في شغل، فدي مش خيانه. Şükran, يعطيك العافيه. Merhabalar. Merhaba. İsim neydi? Ela. Ela, sorumuz var. Sorumuz der ki aldatılmak affedebilecek bir durum mu? Yani hiç aldatılmadım, aldattım. Aldattı. Ama Açık. şöyle bir şey var tabii. Çok sevdim. Buradan isim vermeyeyim. Çok sevdiğim Gerek biri yok. var hala. Ama aldatmadım ya. Ama bir kere aldatılmıştım. Ama affetmem. Affetmedin. Seviyorsam affederim ama affetmem. Peki geri dönüp telafini, yanlışını bilse affeder misin? Nasıl yani? Hani gelip sana özür dilese affeder misin? Seviyorsam affederim. Yani güvenirim. Arkadaştan peki? Nasıl yani? İlla hani erkek arkadaşın olması gerekmiyor. Normal arkadaş. Aynen, kız arkadaşın. Normal arkadaşı affetmem. Affetmezsin. Affetmem. Hiçbir şekilde affetmem. Sevgili daha önemli benim için. Sevgili de aynı. Evet. Affetmez. Sevgiliyi affederim ama arkadaşı affetmem. Niye peki? Aralarında fark nedir? Arkadaş çok başka bir şey, sevgili çok başka bir şey çünkü. Sana göre öyle. Evet. Teşekkürler, çok sağ olun. Sorum der ki aldatılmak affedecek bir durum mu? Kesinlikle hayır. Siz? Hayır. Peki bir şans da mı vermez misin? Hayır. Hayır. Kesinlikle. Geri dönüp özür dilese bile Hiçbir şekilde Hayır. affedemez. Hayır. hiç. Gitti. Aldatıldınız mı? Hayır. Aldatılmadın. Teşekkürler, çok sağ olun. Beyler merhaba. Merhabalar. Adı neydi? Arda. Sen? Umut. Sorumuz var. YouTube için çekim yapıyorum. Sorum der ki aldatmak affedebilecek bir durum mu sizce? Affedilebilecek durum değil. Onun açıklaması olamaz bence. Niye olamaz? Özür dilese bir şans vermez misiniz? Vermem. Gene vermezsin. Vermem. Ben aynısını diyeceğim maalesef. Eyvallah, kendinize iyi bakın. Eyvallah. Sorum var. Sorum der ki aldatılmak affedecek bir şey mi? Kanka belki kamyon arkası söz gibi gelecek ama ihanetin telafisi kahveliğin bahanesi olmaz. Öyle mi? Aynen öyle. Korkunç bir cevap aldım. Ya kardeşim realist bir insanım, gerçeklerden bahsetmeyi severim. O yüzden yani. Aldatmak affedebilecek bir durum mu? Hayır. Niye? Öyle. Peki dönüp Boynuzladı seni. Mesela. boynuzladı. Evet. Peki geri dönüp özür dilese Hayır. hak da vermezsin. Vermem. Kesinlikle. Eyvallah, çok sağ olun. Merhabalar. Merhabalar. İsim neydi? Çiğdem. Sude. Melike. Tamam, ben de Muhammed, memnun oldum. YouTube için çekim yapıyorum. Sorum der ki aldatmak affedecek bir durum mu? Hayır, Sizce? Değil. Değil. Aynen değil. Siz? Hayır. Hayır. Peki bir şans da mı vermez misiniz? Kesinlikle hayır. Yaptığı yapan bir daha şeye yapar. bağlı yani aldatmak bir sürü farklı şeyleri var. Ona bağlı yani. Ona bağlı. Aynen. Peki dönüp özür dilese? Yaptığı büyük bir şey değilse eğer seviyorsam affederim ama sevmiyorsam affetmem. Bir de yaptığı şey büyükse asla. Asla. Siz? Gururum ondan önemli. Gururun önden önemli. Evet. Siz? Kesinlikle affetmem. Özür dilesetti bile. Hayır. Bir daha yapar, bir kere yapan bir daha yapar. Değil mi? Teşekkürler. Kendinize iyi bakın. ويا حبايبي القلب لهون بكون خلصنا من الفيديو مثل ما لكم شايفين. بتمنى استمتعتوا بالفيديو، فحطوا لايك واشتركوا بالقناة، واذا في بالكم اي سؤال اكتبوا لنا اياه بالتعليقات او تواصلوا على حسابنا الانستغرام والتيك توك وتابعونا بطريقكم.
بحبكم كتير. سلام.